السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بجزء تاني من مسلسل العيون الذهبية. بس لو ما كنتش شفت الجزء الأول هتلاقيني سايبهولك في وصف الفيديو. وصلنا بينا على النبي ولا بينا نكمل المسلسل؟ وبيبدأ الفيلم وبنشوف شون وهو بيلعب مع واحد في الكازينو، وبيستخدم قوته وبيقدر يهزم كل المنافسين. وبيتجمع حواليه الناس وبتلبس الشرطية لبس موظفة، وبتتسحب وبتدخل الأوضة اللي فيها بنت صاحبة المانجا، وبتنجح إنها تضرب الحراس وبتقدر تنقذها، وبتخليها هي كمان تتنكر عشان يقدروا يهربوا وينزلوا للصالة وقت الزحمة. لكن في الوقت ده مدير المكان بيلاحظ إن صاحبة المنجم بتحاول تضيع الوقت، وبيعرف إنها بتخطط لحاجة، وبيأمر رجالته يقفل الأبواب ويمنعوا أي حد يدخل. لكن مساعدة صاحبة المنجم بتكون معاها متفجرات وبتهدده إنها تفجر المكان، وبتبدأ الشرطية إنها تضرب رجال الأمن، وبيقدروا يهزموا عدد كبير منهم. وبتخرج صاحبة المنجم من المكان، وبيكون صاحب شون مستنيهم برا بعربيته، وبيركبوا معاه وبيهربوا. وبيهرب شون مع بنت صاحبة المنجم وبيركب عربيته، لكن العصابة بتطاردهم بالعربيات وبيضربوا عليهم نار. وبينجح شون إنه يهرب منهم، لكن بيصطف في رجله، وبيطلب منها تهرب وتروح لأمها، وهو يحاول يبعد العصابة. وبتضطر تسمع كلامه عشان تطلب المساعدة. وبترجع البيت وبتفرح أمها لما بتشوفها، وبتحكي لهم على اللي حصل مع شون. وبيكونوا أصحابه والحارس عاوزين يروحوا ينقذوه، لكن صاحبة المنجم بتحبسهم عشان خايفة يعرضوا حياتهم للخطر. لكن بيرفضوا يتخلوا عن شون، وبيضربوا الحراس بتوعها وبيهربوا. وبتشوفهم بنت صاحبة المتجر وبتديهم أسلحة عشان تساعدهم. وفي الوقت ده بتفوق الشرطية وبتنجح إنها تلاقي شون، لكن عينيها بتكون وجعاه وبيحس بالتعب، وبيغمى عليه. وبتاخده الشرطية عشان يرتاح، وبتعتني بيه وبتفضل جنبيه وبتبص عليه وهو نايم، وبيكون باين عليها إنها معجبة بيه. لكن بعدها بتسمع اتنين من العصابة بيسألوا عنهم، وبتعرف إنهم في خطر. وبترجع لشون وبتضطر إنها تفوقه، وبتاخده وبيخرجوا من المكان. وبيحاول 3 من أهل القرية يمنعوهم وبيهددوهم بالأسلحة، وبتتخانق معاهم وبتنجح إنها تهزمهم. وبتاخد شون وبتهرب من الغابة، لكن العصابة بتكون محاصرهم من كل مكان، وبيجري وراهم. وبيكون شون لسه تعبان وبيحس إن عينيه بتوجعه، وبتضطر الشرطية تخبيه وسط الشجر عشان تحميه، وبتطلب منه إنه ما يخرجش. وبتعمل فخ للعصابة وبتهجم عليهم وبتبدأ تتخانق معاهم، وبتفاجئوا من قوتها وبتقدر إنها تهزم عدد كبير منهم، لكنهم بيكونوا أكتر منها. وبيهددها زعيم العصابة بالمسدس عشان تعرفوا مكان شون، لكنها ما بترضاش تقول له مكانه. وبيتعصب عليها وبيضربها على دماغها وبتقع على الأرض. وبيشوفها شون، لكن بيكون منهار من التعب، وبياخدوها معاهم عشان يستدرجوا شون. وبعدها صاحب شون بيفضل يتتبع آثاره هو والحارس لحد ما يوصلوا الغابة وبيقدروا يلقوا شون، وبيكونوا عاوزين يرجعوا للمدينة. لكن شون بيفتكر اللي حصل امبارح، وبيعرف إن الشرطية خطرت بنفسها عشان تحميه، وبيرفض إنه يرجع وبيقرر يستخدم قوته عشان يلاقيها. وفي الوقت ده بتكون الشرطية مربوطة في مخبأ العصابة، وبيهددوها إنها هتموت لو شون ما ظهرش، لكنها بتكون واثقة إن شون مش هيتخلى عنها. وبعدها شون بيحط خطة عشان ينقذها، وبيروحوا لمكان العصابة، وبيهجم الحارس على العصابة وبيضرب عدد كبير منهم. وبيجروا وبتنجح الخطة، وبيجري وراها أفراد العصابة، وبيستغل شون وصاحبه الفرصة وبيدخلوا مخبأ العصابة، لكنهم بيتفاجئوا إنه بيحرسوا 3 أفراد. وبيضطر شون يستخدم قوته وبيتوقع ضرباتهم، وبيقدر يهزمهم بكل سهولة. وبيدخل ينقذ الشرطية وبياخدوها، لكن العصابة بتقبض على الحارس. وبيرجعوا للمخبأ وبيحاصروهم، وبيقولوا لشون يسلم نفسه وإلا هيقتلوا كل أصحابه. وبيضطر شون يسمع كلامهم عشان خايف عليهم، وبياخدوه لزعيم العصابة، وبيطلب منه شون يسيب صحابه وهو هينفذ كل الأوامر اللي هو عاوزها. لكن الزعيم بيقرر يلعب معاهم لعبة عشان يتسلى بيهم، وبيحط رصاصة في مسدس وبيقول لهم كل واحد يضرب على نفسه مرة. وبتقرر الشرطية تضحي بنفسها عشان تنقذهم، وبتاخد المسدس وبتضرب على نفسها، لكن المسدس بيكون فاضي. وبيضطر شون ياخد منها المسدس، وبيحس إن دي نهايته، وبيودع صحابه وبيشكرهم لأنهم وقفوا جنبه، وبيستعد عشان يضرب على نفسه. لكن فجأة بتظهر البنت الغنية وبتكون معاها الشرطة وبتنقذهم، والشرطة بتقبض على أفراد العصابة. وبيغمى على شون من شدة التعب والتوتر، وبينقلوه للمستشفى. وبعدها شون بيفوق وبيلقى البنت الغنية جنبه، وبيفرح باهتمامها وبيشكرها لأنها أنقذت حياته، وبتفرح بكلامه وبتسيبه عشان يرتاح. وبيدخل صاحب شون وبيطمن عليها وبيسأله على الشرطية وإذا كانت كويسة، وبتكون واقفة برا وبتفرح إنه قلقان عليها. بترجع أوضتها عشان تستناه، وبيروح لها شون وبيطمن عليها،
وبيفتكر لما عرضت نفسها للخطر عشان تنقذ حياته، وبيشكرها لأنها دفعت عنه، وبتفرح بكلامه ده وهي كمان بتشكره عشان ما تخلاش عنها وراه عشان ينقذها. وبعدها شون بيروح للمحل بتاعه، وبتيجي البنت الغنية عشان تطمن عليه، وبياخدها وبيخرجوا مع بعض. لكن هما في السوق بيلفت نظره تمثال معمول من جذر الشجرة، وبيستخدم عينيها الذهبية وبيشوف تحت ورقة، وبيقرر يشتريه. وبتستغرب البنت الغنية لأنه اشترى حاجة ملهاش قيمة. ولما بيرجع البيت بيكسر جدر الشجرة وبيبدأ إنه يخرج الورقة، ولما بيشوف الورقة بيكتشف إنها خريطة الكنز مدفون في الجبل، وبيوريها للحارس وبيعرف منه إنها خريطة لجيش ياباني، وبيقوله إن وقت الحرب نهبوا فلوس ومجوهرات كتير من البلد ومحدش عرف مكانها. وبيقوله أكيد الخريطة دي هي اللي هتوصلنا للمكان اللي فيه الكنز، وبيحذره وبيقوله إن الطريق لهناك هيكون صعب ومليان مخاطر كتير. لكن شون بيقرر يخاطر ويروح عشان ينقذ الكنز، وبيوافق الحارس يروح معاه، لكن بيشترط عليه إنه يسمع كلامه لأنه كان ضابط قوات خاصة ويقدر يوصله في أمان. وبيبدأ الفريق طريقه وبيتمشوا في الغابة، وبيدخلوا في طريق فاضي، لكن فجأة بيحس شون إنه داس على حاجة غريبة، وبيستخدم عيونه الذهبية وبيتفاجأ إنه داس على لغم قديم من أيام الحرب. وبيجرب منه الحارس وبيحذره إنه ما يتحركش وإلا هيتفجر بيه، وبيقول له شيل رجلك بالراحة، وبيطلب من الشرطية تجيب حاجة تقيلة عشان يحطها على اللغم. وبينفذ شون كلامه وبيشيل رجله، لكن الشرطية بتزقه وبتحط رجلها مكانه، وبتدوس هي على اللغم عشان تنقذه. وبيتفاجأ الكل من اللي حصل، وبيصدم شون وبيقول لها ليه عملت كده. وبتعيط الشرطية وبتعترف له بمشاعرها، وبتقول له إنها بتحبه ومستعدة إنها تضحي بنفسها عشانه. وبيكون شون رافض يسيبها، لكن الحارس بيقول له إنه هيحاول ينقذها، وبيخلوه صحابه يبعد بالقوة. وبتعيط الشرطية وبتحس إن نهايتها جربت، لكن لحسن الحظ اللغم طلع من سنين طويلة ومحصلش انفجار. وبيقعد شون مع الشرطية وبيشكرها لأنها أنقذت حياته، وبيطلب منها ما تخاطرش بنفسها لأن حياتها غالية عنده. وبعدها بيكملوا طريقهم، لكن الحارس بيشوف آثار أقدام على الأرض، وبيعرف إن في حد معاهم في الغابة، وبيستخدم المنظار وبيكتشف إن في واحد من العصابة معاه سلاح، وبيتعاون مع الشرطية وبيستدرجوه وبيخلصوا عليه. وبيشوفوا عدد كبير من العصابة عاملين معسكر قريب من المكان، وبيضطروا يلفوا من وراهم عشان محدش يحس بيهم. لكن هما ماشيين بيشوفوا دخان طالع من الكهف، وبيدخل الحارس وبيلقى 2 من العصابة وبينجح انه يضربهم. وبتحقق الشرطية معاهم وبيعرفوا انهم تجار مخدرات. وبيتفاجئ الحارس لما بيعرف اسم الزعيم بتاعهم، وبيحكي لهم الحارس إنه كان في مهمة هو وأخوه من 6 سنين، وعصابة عملت لهم كمين وأخوه ضحى بنفسه عشان ينقذ حياته وقبض عليه. وبعدها زعيم العصابة قتله وبعت راسه في شنطة، ومن ساعتها بيدور عليه عشان ينتقم منه. وبيتأثر شون من كلامه وبيقول له إن العصابة عددها كبير جدا ومعاهم أسلحة ومش هيقدروا يهزموهم. وبيقتنع الحارس بكلامه وما بيرضاش يعرضهم للخطر، وبيناموا في الكهف عشان يستريحوا. لكن في الصبح بيتفاجئوا إن الحارس مش موجود، وبيلاقوه سايب رسالة وبيعرفهم إنه هيهجم على العصابة لوحده. في الوقت ده بنشوف الحارس وهو بيقتحم المعسكر وبيبدأ يخلص على أفراد العصابة، وبيستجوب واحد منهم وبيعرف مكان الزعيم، وبيدخل عليه وبيلقاه نايم على السرير، وبيضربه بالمسدس عشان ينتقم منه. لكن بيتفاجأ إن الزعيم عامل له كمين وبيهجم عليه بالسكينة، وبيكون واضح إنه محترف فنون قتالية وبيقبض عليه. بيفضل شون يفكر في طريقة ينقذ بيها الحارس، وبيقرر شون وأصحابه ينتحلوا شخصية تجار المخدرات، وبيلبسوا لبس تجار المخدرات وبيروحوا المعسكر، وبينجحوا إنهم يدخلوا من غير محدش يشك فيهم. لكن بيشوفوا العصابة وهم بيعذبوا الحارس عشان يعترف على مكان صحابه، وبيتعصب شون لكن بيمتلك أعصابه عشان الخطة ما تبص. وبالليل بيبدأوا ينفذوا خطتهم، وبيحطوا المتفجرات في مخزن الأسلحة وبيفجروه، وبيجروا أفراد العصابة عشان يطفوا الحريقة. وبيستغل شون الفرصة وبيروح ينقذ الحارس، لكن الزعيم بيكون أذكى منهم وبيكون عامل لهم فخ وبيقبض عليهم، وبياخد خريطة الكنز من شون وبيكون عاوز يخلص عليهم. وبيضطر شون يقول على قوته الخارقة عشان يسيبوهم عايشين، لكن الزعيم بيكون مش مصدقه، وبيضطر شون يستخدم قوته عشان يثبت له. وبيشوف وشم مرسوم على جسمه، وبيقول له إنه رسم الوشم عشان يدار على الجروح القديمة، وبيقول له إن أبوه كان بيعذبه وهو صغير. وبيتفاجئ الزعيم وبيتأكد إنه عنده قوة خارقة، وبيقرر ياخده معاه عشان يساعده يلقى الكنز، وبيهدده إنه لو حاول يهرب هيقتل صحابه. وبيبدأوا طريقهم وبيفضلوا ماشيين في الغابة لحد ما بيوصلوا لنهاية الخريطة. وبيستخدم شون قوته وبيكتشف كهف سري متغطي بشجر،
وبتدخل أفراد العصابة الكهف وبيتفاجئوا إنه مليان صناديق دهب، وبيفرحوا وبيبدأوا يحطوا في الشنط اللي معاهم. وفي نفس الوقت بتحاول الشرطية تخدع أفراد العصابة اللي بيراقبوهم، وبتقول لهم إن الزعيم هياخد الكنز ويهرب، وبيصدقوها وبيسيبوا المكان وبيجروا عشان يلحقوه. وبيستغلوا الفرصة وبيفكوا نفسهم. وبيستغل شون إن العصابة مشغولة في نقل الصناديق، وبيقف قدام جدار وبيستخدم عيونه الذهبية، وبيلقى صندوق مليان مجوهرات نادرة، لكن الزعيم بيجي من وراه وبياخده منه. وفجأة بيوصل باقي أفراد العصابة وبيضربوا نار عليهم، وبيقلق شون على أصحابه وبيكون عاوز يرجع لهم، لكن صاحبه بيشده بيقوله إنه هربوا وبيستخبوا من ضرب النار. وبيفضل أفراد العصابة يتخانقوا مع بعض، وبيحصل ما بينهم معركة كبيرة وبيتحول المكان لساحة حرب، وبيخلصوا على بعض وبيفرح البطل وبيروح ياخد الصندوق. لكن فجأة بيترمى عليهم قنبلة دخان وبيغمى عليهم، وبيظهر ناس لابسين أقنعة وبياخدوا الدهب وصندوق المجوهرات من إيد شون. لكن الشرطية بتستجمع قوتها قبل ما بيغمى عليها، وبتشيل القناع من على القائد بتاعهم، وبتتفاجأ إنها البنت الغنية. وتاني يوم بيفوق شون في بيته وبيكون مصدوم من اللي حصل، وبيفتكر ذكرياته مع البنت الغنية، وبيعرف إنها كانت بتستغله وكل المشاكل اللي وقع فيها كانت بسببها. وبيفضل حزين ومكتئب، وبيحاول صاحبه يخفف عنه وبياخده للسوق عشان يحسن نفسيته، لكن ما بيكونش ليه نفس يعمل حاجة. وبيعرف صاحبه إنه كان بيحبها، ولما عرف الحقيقة اتصدم فيها. وبالليل بتكون الشرطية في مهمة وبتراقب عصابة بتهرب آثار، وبتنجح إنها تقبض عليهم وبتلاقي معاهم آثار نادرة، وبتوديها لعالمية الآثار. وبتتفاجأ لما بتشوفها، وبتعرف إن في مقبرة أثرية مدفونة قريب منهم، وبتقرر تدور عليها. وبتروح الشرطية لشون عشان ينضم للفريق، وبيكون رافض، لكنها بتقوله إن القضية متعلقة بالبنت الغنية، وبيتفاجأ من كلامها وبيوافق ينضم لفريق الآثار. وتاني يوم بيروح معهم المكان اللي هيبدأوا فيه البحث عن المقبرة، لكن المرشد اللي هناك بيكون رافض يسمح لهم يحفروا، لأنه مش عايزهم يبوظوا الينابيع اللي في الأرض. وبيتحداهم لو حد من الفريق قدر يهزمه في المصارعة هيوافقوا بالدليل بتاعهم. وبتضطر الشرطية تتحداه، لكن المرشد بيرفض يصارع بنت، وبيخلي أخوه الصغير هو اللي يتحداها. وبتتعصب الشرطية إنه بيتفرج عليها، وبتقرر تندمه، وبيبدأ النزال. وبتكون عارفة إنه أقوى منها، لكن بتستخدم ذكائها وبتستغل إنه أسرع منها، وبتتفادى كل ضرباته، وبتستنى اللحظة المناسبة وبتوقعه على الأرض وبتكسب النزال. وبتفاجئ الكل من اللي حصل، وبيفضلوا يهتفوا باسمها. وبيتعصب المرشد وبيقرر يصارعها بنفسه، وبتحاول الشرطية تستخدم قوتها وتكعبله، لكن بتفشل لأنه وزنه تقيل. وبيستغل الفرصة وبيشيلها وبيوقعها على الأرض، وبيكسب النزال، لكن بيعجب بشجاعتها وبيعرض عليها الجواز قابل إنه يبقى الدليل بتاعهم، لكن بترفض. وبيقرر شون يتحداه، وبيتريق الكل عليه وبيفتكروه ضعيف لأنه حجمه صغير. وبينصحوا المرشد ينسحب، لكن شون بيرفض وبيصمم يتحداه، وبيبدأ النزال. وبيكون الفرق ما بينهم كبير، وبيحس شون إنه هيخسر، وبيستخدم عينه الذهبية وبيشوف جرح قديم في رجل المرشد. قرر يستغل نقطة ضعف وبيهجم المرشد عليه وبيشيله، لكن شون بيلف من ظهره وبيضربه في رجله وبيوقعه على الأرض وبيكسب النزال. وبيتفاجئ الكل من مهارته وبيشجعوه، هم مش مصدقين. وبيعترف المرشد بهزيمته وبيوافق يبقى الدليل بتاعهم. وبيكون مساعد البنت الغنية بيراقبهم من بعيد، وبيتصل بيها وبيبلغها باللي بيحصل، وبتطلب منه ما يأذيش شون. وبيبان إنها بتحبه وبتخاف عليه، وبتكون مضطرة تعمل كده عشان مصلحة عيلتها. وبعدها شون بيكون بيتألم بسبب النزال، وبتروح الشرطية تطمن عليه، وبتشكر عشان يتحدى المرشد عشانها، وبتسأله إذا كان بيغير عليها، وبينكر وبيقول لها إنه عمل كده عشان المهمة. وبتتعصب وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيبدأوا البحث، وبينجح شون إنه يكتشف مكان المقبرة، وبيدخل فريق الآثار عشان يكتشفها. لكن هم تحت، شون بيلاحظ إن في رسمة عينيها بتتحرك، لكن بيفتكر إنه بيتخيل، وبيقرروا يستريحوا ويكملوا تاني يوم. لكن شون ما بيعرفش ينام، وبيفضل يفكر في اللي شافه. وبيخرج من الخيمة وبيقعد مع الشرطية وبيصالحها، وبيفضلوا يتكلموا طول الليل. وتاني يوم بيكملوا استكشاف المقبرة، وبيوصلوا للأوضة الرئيسية، وبيلقوا صندوق كبير فيه تابوت، وبيستعدوا عشان يفتحوه. لكن شون بيستخدم عينه الذهبية، وبيكتشف إنه تابوت مقفول بالزئبق الأحمر. ده سائل قديم بيستخدموه عشان يحمي التوابيت من اللصوص، ولو حد فتحه الزئبق هينتشر وهيتسمموا. وبيحس فجأة بدوخة وصداع، وبتضطر الشرطية تخرجه من المقبرة وبتوديه الخيمة. وبتتفاجأ إنه حصل له عمى مؤقت ومش شايف حاجة. وبتوصل الدكتورة وبتفحصه، وبتكون مستغربة من حالته ومش عارفة تعمل له إيه، وبتديله حقنة مهدئة
وبتضطر الشرطية تركب عربيتها عشان تجيب له العلاج من المدينة، لكن وهي في الطريق بتطلع عليها عصابة وبتثبتها وبيجرب منها عشان يخلصوا عليها. وبتحس الشرطية إن نهايتها جربت، لكن فجأة بيوصل المرشد وبينقذها في الوقت المناسب، وبيروح عشان يطمن عليها، لكن بتاخد منه الحصان وبتسيبه عشان تكمل طريقها. وبتنجح إنها تجيب العلاج وبترجع للخيمة. وبتتفاجأ الدكتورة إنها متعورة في إيدها وإنها مستحملة الألم عشان تنقذ شون، وبتفتكرها مرتبطة بيه، وبتفضل جنبه طول الليل، لكنها بتنام من كتر التعب. ولما بتصحى بتتفاجأ إن شون فاق وخرج من الخيمة، وبتروح تدور عليه وبتلاقيه بيفطر مع المرشد، وبتفرح إنه بيك كويس ونظره رجع له، وبيشكرها عشان خطرت بنفسها عشان تجيب له العلاج. وبيسألها عن فريق الآثار والتابوت اللي لقيوه، وبتطمن الشرطية إنهم كويسين، لكنها بتعرفوا إنهم لما فتحوا التابوت ما لقيوش حاجة غير قطع شطرنج. وبيستغرب شون وبيقرر ينزل المقبرة بنفسه، وبتكون علامة الآثار رافضة عشان يستريح، لكنه بيصمم وبتضطر تاخده معاها. وبيستخدم شون عينيه وبيكتشف إن في باب سري، ولما بيفتحه بيكون عبارة عن لعبة شطرنج، وبيحط قطعة الشطرنج اللي لقيوها في التابوت. وفجأة بيتفتح باب المقبرة وبيتفاجأ الكل من اللي حصل، ولما بيدخلوا بيتفاجئوا من كمية الآثار النادرة اللي لقيوها، وبتكون عمرها أكتر من 2000 سنة. وبيعرف شون إن المقبرة بتاعت نفس الشخص اللي كان عنده قوة العيون الذهبية، وبيفضل يدور على دليل يساعده إنه يتحكم في قوته، لكن بيفشل إنه يلقى حاجة وبيحس بالإحباط. وبيرجع للخيمة، وبالليل وهو نايم بيحلم إنه جوه المقبرة، وبيشوف شخص فيه شبه منه، وبيعرف إنه صاحب المقبرة، وبيتكلم معاه وبيكون عاوز يعرف منه سر العيون الذهبية. لكن صاحب المقبرة بيضحك وبيبص له بعينه وبيكون لونها أسود، وبيتصدم شون من شكلها وبيخاف، وبيصحى من النوم مفزوع. وبتكون الشرطية جنبه وبتطمن عليه، وفجأة بيسمع صوت حد بيصرخ، ولما بيروحوا بيلاقوا علامة الآثار واقعة على الأرض مغمى عليها. وبيشوف شون قطعة غزاز مكسورة على الأرض، وبياخدوا العالمة للخيمة، ولما بتفوق بتقولهم إن في حد ضربها من ظهرها. وبيستنتج شون اللي عمل كده حد معاه كاميرا وكان بيصور المعلومات اللي وصلوا لها، وبيقرر يدور عليها. وبيدخل خيمة المعدات وبيستخدم قوته وبينجح إنه يلقى كاميرا، وبيقارنها بقطعة الزجاج المكسور، وبيعرف إنها بتاعة الجاسوس. وبيشوف مساعد العالمة وبيعترف له باللي عمله، وبيترجاه يسامحه وما يبلغش عنه، لكن شون بيقرر يقول للعالمة. وبيضطر المساعد يجي من وراه وبيحاول يقتله بالجاروف، لكن شون بينجح إنه يتفادى الضربة وبيدافع عن نفسه. وبيكون مساعد البنت الغنية شايفه من بعيد ومعاه قناصة، وبيضرب المساعد عشان ما يعترفش عليها، لكنها بتيجي في كتفه وبيغمى عليه. ولما بيفوق بتحاول الشرطية تحقق معاه، لكن ما بيرضاش يتكلم. وبتدخل العالمة وبتقول إنها كانت ناوية تكتب اسمه على الاكتشاف اللي لقيوه وياخد منصبها بعد ما تتقاعد. وبيتفاجأ المساعد وبيفضل يعيط، وبيقول لها إنه ندمان وبيطلب منها السامح، وبيقرر يسلم نفسه وبيقول على كل حاجة. وتاني يوم بيقرر فريق الآثار يمشي بعد ما خلص مهمته، وبيكون المرشد زعلان لأنه معجب بالشرطية، لكن بتحضنه وبتقول له إنها بتعتبره زي أخوها، بتوعده إنها هتزوره وبتودعه وبتسيبه وبتمشي. وشون بيرجع للمدينة وبيفرح صاحب شون إنه رجع، وبيخليه يحكي له على كل حاجة حصلت معاه في المغامرة. وبالليل بيكون عيد ميلاد الشرطية، وبتزعل إن محدش هيحتفل بيه معاها، لكن بتتفاجأ بشون داخل عليها وبيكون عامل لها مفاجأة مع صاحبه وبيحتفلوا بيه معاها. وبتفرح الشرطية وبتحس إن في حد بيهتم بيها. بعدها شون بيتفاجأ بالبنت الغنية جاية تزوره، وبتطلب منه يتكلم معاها، وبتعترف له إنها كانت السبب في كل اللي حصل له، وبتعتذر له وبتقول له إنها كانت مضطرة تعمل كده، لكنه مقدرش يسامحها لأنها لعبت بمشاعره. وبيسيبها وبيكون هيمشي، لكنها بتصدمه بإنها عرفت قوته، وبتقول لها إنها معاها نص المذكرات اللي فيها سر العيون الذهبية، وبتعرض عليها تديها له مقابل إنه يساعدها في المهمة. وبتفاجأ شون من كلامها وبيكون محتار، وبتوعده إنها مش هتأذي حد، وبيقول لها إنه هيفكر. وبيسيبها وبيروح للشرطية، لكنها بتشوفه وهما مع بعض وبتحس بالغيرة وبتفضل تشرب عشان تنسى. وتاني يوم بيقرر شون يسافر مع البنت الغنية، بتقرر الشرطية تسافر وراه عشان تحميه، وبيروحوا مزاد للأحجار الكريمة، وبتستغل البنت الغنية قوته وبتخليه يعرف الأحجار النادرة عشان تشتريها. وبيضطر شون يسمع كلامها عشان ياخد المذكرات. وبالليل بتسهر معاه وبتقول له إنها هتديله اللي اتفقوا عليها. بتسمعهم الشرطية وبتكون مستغربة من كلامهم، وفجأة بيجيلها رسالة من شون فيها رقم أوضة في الفندق. ولما بتروح بتلاقي الدنيا ضلمة وبتحس إن في حد وراها، وبتفتكره كمين وبتمسكه وكانت هتكسر له دراعه، لكنها بتتفاجأ إنه شون، وبيكون عامل لها مفاجأة عشان يعوضها عن عيد ميلاد.
وبتفرح باهتمامه وبيحتفلوا بيه مع بعض. وتاني يوم بيقابل البنت الغنية وبتكون معاها فلاشة فيها سر العيون الذهبية، لكنها بتقوله إنها خايفة عليها وبتحذر من الأعراض الجانبية لاستخدامها. بتعرفوا إن أول شخص حصل عليها فقد كل حواسه والصاب بالجنون. وبيتفاجأ شون من كلامها، ولما بيحط الفلاشة في اللاب بيكتشف إنها كانت بتقول الحقيقة. وبيفتكر المرات اللي حس بيها بالصداع والدوخة وفقدان البصر المؤقت وبيخاف أكتر. وبعدها بيرجع بيته مع الشرطية وبيتغدى مع صاحبه، لكن محدش بيقدر ياكل لأن الأكل طعمه مالح. وبيتفاجئوا إن شون الوحيد اللي بياكل عادي، وبيعرف إنه بدأ يفقد حاسة التذوق. وبيشك صاحبه إنه عنده مشكلة صحية، وبالصدفة وهو بيدور في الشنطة بتاعته بيلاقي المذكرات بتاعة العيون الذهبية. وبيعرف إن شون بيخبي عنه حاجة، وبيروح وبيسأل وبيضطر شون يحكي له على قوة العيون الذهبية اللي اكتسبها بالصدفة لما صاغ في عينه. وبيتفاجأ صاحبه من كلامه وبيحسده إنه عنده قوة خارقة، لكن شون بيقوله على الآثار الجانبية وإنه ممكن يفقد حواسه أو يموت. وبيصطدم صاحبه من اللي سمعه، وبيحضن صاحبه وهو بيعيط، وبيقوله إنه هيلاقوا علاج لحالته. وبتكون الشرطية واقفة بره وبتسمع كل حاجة. وتاني يوم البنت الغنية بتقابل شون وبتقوله إنها عاوزة تكفر عن ذنوبها، وبتديله اسم شخص ممكن يساعده، وبيكون راجل أعمال ياباني ومحدش يقدر يقابله بسهولة. وبيقعد شون مع صاحبه والشرطية وبيتفقوا على خطة، وبيتنكروا في ملابس ناس غنية، وبيروح المتحف مشهور وبيشوفوا هناك مساعد الرجل الأعمال اللي عايزين يقابلوه. وبيكون بيشتري لوحة تمنها غالي، وبيستخدم شون كوته وبيكتشف إنها لوحة مزيفة. وبينبهر الكل بموهبته وبيشكرهم المساعد وبيعزمهم عنده في البيت. وبيصارحوا البطل إنه عاوز يقابل رجل الأعمال، لكن بيشترط عليه يساعده في مهمة، وبياخدهم من خزنة سرية كبيرة تحت الأرض. ولما بيفتحوها بيكون فيها جوهرة نادرة على شكل عيون. وبيستخدم شون كوته وبيكتشف إنها مصنوعة من نيزك نادر، لكن بيحس بالصداع وبيفضل يتألم. وفجأة بيسمع أصوات تعد تنازلي، وبينفجر باب الخزنة وبيغمى عليهم. وبيدخل اتنين مقنعين وبيسرقوا الجوهرة. وبكده بيكون خلص الجزء التاني. لو عاوز الجزء التالت اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وفي الآخر ملخص أفلام بيقدم محتوى فاخر.